بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الأحداث التي وقعت في شهر رمضان الكريم. شهر رمضان شهر العزة والنصر، ينتصر فيه الصائمون على أنفسهم فينتصرون على أعدائهم في جميع معاركهم، فالإيمان بالله أقوى أسلحة النصر. ولقد كانت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل على موعد مع القدر في رمضان، ففي هذا الشهر أحرز المسلمون كثيرا من أبرز الانتصارات على أعدائهم. ومن صفحات التاريخ الإسلامي الزاخر بالأمجاد الخالدة نقدم فيما يلي سجلا لأبرز الأحداث التي شاء القدر الأعلى أن يربطها بالشهر السوم. ففي رمضان ابتدأ نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو في غار حراء بأول آية من هذا الكتاب العزيز تأمل بالقراءة وتدعو إلى العلم وتسمو بالمعرفة. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وفي السنة الثانية للهجرة وقعت في رمضان غزوة بدر الكبرى ل17 ليلة خلت منه. وفي هذه الغزوة انتصر المسلمون على أعدائهم، وهو أول انتصار حاسم للإسلام على قوة الشرك والباطل. ولقد أيد الله المؤمنين في هذه المعركة وقوى عزيمتهم وثبت إيمانهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. وفي رمضان من السنة نفسها فرضت زكاة الفطر، وهي في حقيقتها انتصار للإنسان المؤمن على نفسه وحبها للمال. وفي رمضان من السنة الخامسة كانت الاستعدادات لغزوة الخندق، حيث وقعت في شهر شوال من نفس العام. وقد انتصر المسلمون في هذه الغزوة على أعدائهم المشركين، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب. وفي اليوم 21 من رمضان من السنة الثامنة للهجرة أنعم الله على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة. وفي رمضان من العام نفسه بعث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عدة سرايا لهدم الأصنام الشهيرة حينئذ، فبعث خالد بن الوليد لهدم العزة، وعمرو بن العاص لهدم سواع، وسعد بن زيد الأشهلي لهدم مناه، فأدى كل منهم مهمته بنجاح. وفي السنة التاسعة من الهجرة شهد رمضان بعض أحداث غزوة تبوك، وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة في رمضان نفسه. وفي رمضان من السنة التاسعة أيضا قدم وفد الطائف إلى المدينة واعتنقوا الإسلام على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأدوا الفرائض وصاموا رمضان مع المسلمين في المدينة. وفي الشهر نفسه من العام التاسع كذلك قدم وفد ملوك حمير باليمن يعلنون إسلامهم، فأكرم الرسول الكريم وفادتهم وكتب لهم كتابا حدد فيه الحقوق والواجبات، ويعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة من وثائق التاريخ المتمدن. وفي العام العاشر من الهجرة وفي رمضان منه بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام علي كرم الله وجهه في سرية من المسلمين إلى بلاد اليمن، وقد حمل الإمام معه كتابا نبويا إلى أهل اليمن وخاصة قبيلة همدان التي أسلمت في يوم واحد وصلوا جميعا خلف الإمام علي. وفي رمضان سنة 53 هجريا فتح العرب جزيرة رودس في البحر المتوسط. وفي رمضان سنة 91 هجريا نزل المسلمون إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس أسبانيا حاليا، وغزوا بعض الثغور الجنوبية. وفي رمضان سنة 92 هجريا انتصر القائد المسلم طارق بن زياد على الملك روذاريك في معركة شريش. وفي رمضان سنة 129 هجريا ظهرت دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني. وفي رمضان سنة 132 هجريا تم سقوط الدولة الأموية واستيلاء أبي العباس السفاح أول خليفة عباسي على دمشق. وفي رمضان سنة 361 هجريا تم بناء الجامع الأزهر بالقاهرة للعبادة وتدريس العلوم العربية والشرعية. وفي رمضان سنة 584 هجريا كان صلاح الدين الأيوبي قد أحرز انتصارات كثيرة على الصليبيين حتى استخلص منهم معظم البلاد التي كانوا قد استولوا عليها. فلما دخل رمضان أشار رجال صلاح الدين عليه أن يرتاح في شهر رمضان، ولكنه تخوف من انقضاء الأجل قائلا إن العمر قصير والأجل غير مأمون.
وواصل زحفه حتى استولى على قلعة صفد الحصينة في منتصف رمضان. وفي رمضان سنة 658 هجريا هزم المماليك هزم المماليك بقيادة قطز التتار في معركة عين جالوت، وأوقفوا زحف الدمار التتاري نهائيا على باب مصر. وكان التتار يستهدفون القضاء الشامل على العالم الإسلامي. وفي العاشر من رمضان سنة 1393 هجريا، السادس من أكتوبر سنة 1973 ميلاديا، هزم الجيش المصري إسرائيل وقهر عدوا ظن أنه لا يقهر، وحرر أرض مصر من العدو الغاشم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.